السلام عليكم او صباح الخير، تصبحوا وتربحوا. وقبل ما نبداو نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. خوتي توحشناكم وبغينا ندير واحد الفيديو خفيف ظريف ومفيد للجميع لتعم الفائده. وتحيه لجميع الجنسيات العربيه بدون استثناء، وتحيه للناس القدام والجداد اللي كيعرفونا اكثر من 4 سنوات ان شاء الله. وما تنساوناش ديروا البصمه ودعمونا خوتي. كنديروا لكم فيديوهات زوينين داخل البلاد، اوروبا الشرقيه وفي البوسنه والهرسك وصربيا وكرواتيا وايطاليا، ولكن ما كتدخلوش ما كديروش. ما شاء الله يهديكم. انا حيت ما كنتكلمش، لكن الفاهم يفهم. الواحد مش ضروري يتكلم، لان في ناس بزاف كتكلم على هذه المواضيع ديال المشاهده والبصمات. والله يهدي ما خلقونا، ما غاديش نتكلم. وجيتكم بطاقه ايجابيه صباح الخير. كما كتعرفوا خالتكم رشيده مع الطبيعه وحب الطبيعه والغرس والطبيعه والخضروات الطبيعيه. اليوم معنا اللوبيا. كما جيتكم في الفيديوهات السابقين الشورتات اللي هو قسم، دخلوا شوفوهم اللي شافهم. واللي ما عرفش شنو هي اللوبيا ولا الفاصوليا، حنا كنقولوا فاصوليا والناس كيقولوا اللوبيا، وفي كل واحد كيفاش كيقول ليها. انا جيتكم وبالدليل خوتي، وعندنا فيديو زوين وغادي ندير لكم خفيف ظريف ان شاء الله تفهموني. هذه اللوبيا حنا تنقول اللوبيا الكارمه البيضاء، واللي عزيزه علينا وعزيزه عليا انا ما نكذبش عليكم. هنا عندهم اللوبيات اشكال وانواع، ودخلوا شوفوا الفيديوهات ديالي الصغار. عندهم اللوبيا البيضاء كما نقولوا فاصوليا، وعندهم الكحله، وعندهم اخوتي الحمراء، وعندهم الخضراء وملونه ما شاء الله، وعندهم نص نص كما كتقولوا كتشوفوا. هي نص نص كتكون بيضاء وخضراء سبحان الله منقطه. وهانتم كما كتشوفوا هذه هي اللوبيا الكارمه. اشنا هي اللوبيا؟ هي هذه انا خرجتها لكم من الفريز، والله العظيم لا من الثلاجه. ايوا شفتوها الصفراء، وعندنا صفراء وعندنا خضراء. الخضراء هي معروفه في البلاد كتكون صغيره، الصفراء كتكون شويه غليظه وكبيره، اللي كتكون في الاخير لما كتكرم كتولي هكا. هي هذه طبيعيه، هذه كنحيدوها كناكلوها في الصيف اكيد، وهذه كنخزنوها معناتها في الفريز لاخر السنه. هي كتبقى السنه كامل في الفريز، هي كتقطعيها وتحطها في الفريجيدير. وهذه اخوتي كنخليوها تتكرم باش ناكلوا اللوبيا. باش ما تشريش اللوبيا كتكون ب4 اورو كتقام عليك ب5 اورو في وقت البرد والثلج. اخوتي كتخزنيها نتيا، كتخليها كتكرم كما الطريقه هذه وكديريها في الفريز. كتكوني في البيت الخزين واللي عندك كتقعدي عام. ولكن غنقول لك واحد النصيحه، اللوبيا لما كتقطعيها بحال هكايا، هي هذه العمليه كما كتشوفي. هي دابا غنوريكم اللوبيا. هي شفتوها دابا لما كتقطعيها راه خصك تحطيها تتنشف، خصها تكرم، خصها تنشف هاد اللوبيا، لان بحال سارده. باش تحصلي عليها العام كامل وتحتفظي على اللوبيا العام كامل خصها تنشف. هادشي كله ينشف، وماشي غتكون زاحمه مضيقه بشي ترسيل، تتكون بهاد الطريقه. انتم كديري لها بحال هكا وتحطها في الشميشه. واللي ما عندوش الشمس كيخليها في شي بلاصه اللي كتكون سخونه. وكنحيدوا هادو، وغادي نوريكم في الاخير علاش كيفيدوا هاد الجلوف هادو ولا القشور ديال اللوبيا. ما غادي يفيدوكم من حاجه زوينه في صحتكم من بعد. تابعوا الفيديو ما تنساوناش بالبصمه للاخير. وهذه اخوتي كما كتشوفي هي كحله. انتم هي كحله، وراه خصها تنشف. هاتي كتنشف، خصها تنشف باش تقدري تخزنيها العام كامل وتاخذي منها وديريها وقت البرد والثلج. هذه هي الطريقه في اوروبا كلها، والناس اللي في اوروبا راه عارفين القضيه هذه. وهاد الجلوف هادو اللي كنقولوا حنا ولا القشور راه غادي نستعملوهم. بقاو معنا حتى الاخير الفيديو، ما تهربوش، راه الفيديو خفيف قصير. انتم هاد الجلوف خليهم. فهمتوني وانا نعاود لكم. نقول لكم هذه اللوبيا عندنا حنا في المغرب تناكلوها خضراء، هنا خضراء وصفراء. هي الصفراء انا مخزناها في الفريز وخرجتها لكم دابا باش ندير لكم فيديو باش نفهمكم. هاد اللوبيا هذه اللي كناكلو راه كنخليوها تتكرم، هي اللي كتولي بحال هكا اللوبيا الكارمه. هذه اللوبيا الطازه كنحيدوها نقطعوها من ديك الساعه لما كتنوض كنحيدوها. ورجعوا للفيديوهات وتشوفوا كيفاش، وتنخليوها تتكرم. وحيت تتكرم بهذه الطريقه. انتم هذه هي الطازه وهذه هي الكارمه. هذه الكارمه هذه دابا حيدناها الاخر. دابا راه وقت الثلج، هذا وقت البرد خلاص دابا. وكنديروا لها هذه العمليه هذه. وهذه العمليه اللي كنديروا لها غادي نخزلوها، غادي نخزنوها العام كامل. وراه ما غاديش تخزن الا لما خصها تنشف. هذه راه خصها تنشف دابا لما كتحيديها بالقشور. وهاد القشور غادي نستعملو، غادي نوريكم كيفاش.
فهمتوا اخوتي؟ ايوا تبعوا معنا حتى الاخير ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، فهمتوني. ودابا الخوت ديالي هاد الجلوف هادو ولا القشور اللي قلت لكم عليهم هما كتشوفوهم، راه غادي نستعملوهم في اتاي كما كنقولوا خوتنا الشاي، لاستعمال الشاي الصحي. الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم الروماتيزم، وفهموني راه كيطبخوا في الماء هاد القشور. الناس اللي عندها المسالك البوليه ضاربه البرد، وفهموني وسمعوني مزيان، هذا الصحيه المسالك البوليه. والناس اللي عندهم الكلاوي ولا ضاربهم البرد، اخوتي هما اللي عندهم السكر، هادو راه صحيين. هاد الجلوف ولا القشور ديال اللوبيا هانتوما كما كتشوفوا، اللوبيا هي الكارمه، ها هي هانتوما وريتكم الطريقه. ما عرفتش واش عندكم ولا ما عندكمش، حيت حنا في بلادنا تبارك الله، تحيه لبلادنا المغرب فيها كل الخيرات. ما انا عمري ما شريت اللوبيا ولا شرينا اللوبيا بالقشور، كنشريو اللوبيا من الحانوت ناضيه فاضيه وكل شيء. ولكن هنا عندهم كيستعملوا الغرس بزاف. في اوروبا خوتي كلشي كيغرس وكلشي طبيعي وكيستعمل خضره. كيف ما كتشوفوا الحباب ديالنا، هذه هي الطريقه النهائيه ديال اللوبيا ديالنا، وهي اللي حنا كنسميوها اللوبيا الكارمه. عندهم هنا اللوبيا الطبيعيه في الوان، نتوما شفتوا الفيديو بقاو حتى الاخير معنا. ودابا خصكم هاد الطريقه تحطوا بها التفصيل ولا تاخذوا شي بحال هكا وبحال هاد الطريقه هذه، ما تكونش كما نقول لكم ما تكونش انتم كما كتشوفوا. ها هي تبارك الله كي كتلمع، راه كاينه خوتي مداديه، هي مداديه، ها هي والله الا مداديه، او كتكون سبحان الله فيها نقيطات بيضين وكتكون خضراء. الخضراء ما عندناش حنا في الارض ديالنا، كاين اللي كتجي خضراء، كاين اللي على حسب الغرس، على حسب سميتو البذور اللي عندك نتيا كتغرسيهم. فهمتي يا خوتي؟ انتم كما كتشوفوا بهذه الطريقه، ماشي ديروها شي طنجره ولا يكون زاحمه، لان ديك الرطوبه كتحيد منها، ولان كتكون سابه بحال تقولي سارده كتحيديها، خصها تنشف باش تقعد معاك عام كامل، باش ما تخمش ما والو. انتم كما كتشوفوها، ها هي هادي ما كطيبش دابا، هادي راه خصها تنشف اخوتي، ماشي بحال اللي كتشرى من الحانوت ناضيه فاضيه كارمه. راه هادي هي اللوبيا الخضراء ديالنا اللي تناكلو هنا. سبحان الله عندهم الالوان كما وريتكم. وهذا هو الفيديو الاخر ديالنا كما كتشوفوا، وتحياتي لكم. ما تنساوناش من البارطاج، الله يرحم لكم الوالدين وعلى خاطركم فضلا وليس امر. ها اللي انتم وجهكم، ها اللي بغيتو. ايوا هادشي اللي غنقول لكم، الله يهدي ما خلق. وتحياتي لكم، كنحبوكم ونموتوا عليكم. تحيه الناس القدام بزاف اللي عزاز واللي مشاو والجداد اللي جاو، ومرحبا بالجميع وشكرا لكم على المتابعه.